أنا رندا مجدي، ودي بارت 2 من حاجات اتعلمناها لما كبرنا في السن شوية. من أهم الحاجات اللي لازم نكون عرفناها أو اتعلمناها أو على الأقل احنا شغالين على نفسنا فيها شوية، هو ان احنا نعرف نفسنا، نعرف احنا عايزين ايه اللي يليق بينا وايه اللي ما يليقش بينا، ايه اللي يستاهل مننا ان احنا نحاول فيه وايه اللي ما يستاهلش مننا ان احنا نحاول فيه، ايه اللي مستاهل فرصة تانية وتالتة وايه اللي مش مستاهل أصلا فرص، ايه الحاجة اللي تليق عليا وايه الحاجة اللي ما تليقش عليا. لو احنا عرفنا نفسنا وقضينا شوية وقت بنفهم نفسنا اكتر ما بنحاول نفهم الناس اللي حوالينا ونتعايش مع تصرفاتهم ومع شخصياتهم ومع طباعهم كمان، لو احنا فاهمين نفسنا كويس هنقصر المسافات شوية، هنبقى عارفين ايه العلاقات اللي شبهنا، ايه الناس اللي تليق علينا وبتريحنا وايه الناس اللي متريحناش، ايه الناس اللي ينفع تخش حياتنا وايه الناس اللي ما ينفعش اصلا انها تدخل حياتنا، ايه الناس اللي ينفع نتكلم معاهم وايه الناس اللي ما ينفعش نتكلم معاهم. الحدود اللي ما بينك وما بين الناس هتترسم بسرعة جدا. حتى في الشغل هنبقى فاهمين ايه الحاجة اللي احنا بنحبها وهنكمل فيها، وبالعكس لما نبقى فاهمين نفسنا وعارفين ان هي دي الحاجة اللي بنحبها يمكن نبقى شاطرين فيها اكتر وننجح فيها اسرع. فالخلاصة الوقت اللي هنقعد نفكر فيه الناس دي عملت كده ليه وتصرفت كده ليه ونحاول نفهمهم ونحاول ان احنا نطبق نفسنا على كل الحاجات اللي مش مريحانا، الوقت الافيد هو ان احنا نفهم نفسنا هي عايزة ايه، بتستريح في ايه. علشان ببساطة لو عرفنا احنا عايزين ايه احنا بنريح نفسنا وبنريح كل الناس اللي حوالينا وكل الناس اللي بتحاول تدخل حياتنا وكل الناس اللي بتبذل مجهود في حاجة عشان تريحنا واحنا اصلا مش مستريحين. وده بيودينا لحاجة رقم 2، هي ان احنا نبطل نجلد نفسنا جلد الذات. احنا مش هنبطل ان احنا نفكر احنا عملنا كده ليه ونحاول نسأل نفسنا 100 مرة هو احنا اتصرفنا كده ليه وحصل فينا كده ليه، بس ان في فرق كبير ما بين ان احنا بنسأل نفسنا وما بين ان احنا بنجلد نفسنا. لو احنا فاهمين نفسنا كويس هنبقى فاهمين ان ده مش جلد ذات، ده سؤال، هو انا ايه اللي خلاني اتصرفت كده، ايه اللي وصلني للمرحلة دي. هبقى انا فاهمة نفسي، اجابتي على السؤال مش هتاخد مني وقت طويل ومش هنوصل لمرحلة جلد الذات، هيبقى سؤال واجابة. هبقى فاهمة ان انا عملت كده علشان كنت مضغوطة شوية، اتصرفت بالطريقة دي عشان ما كنتش جاهزة نفسيا او كانت دماغي مشغولة بحاجة تاني، او يمكن كمان ساعات بنوصل لمرحلة ان احنا بنبقى عارفين امكانياتنا. السؤال اللي بنسأله لنفسنا بنبقى عارفين ان هي دي امكانياتنا، احنا ما نعرفش نرد زي الناس دي، احنا ما نعرفش نتصرف زي الناس دي، احنا ما نعرفش نأذي زي الناس دي، هي امكانياتهم غير امكانياتنا. هيبقى ردنا على السؤال مش بعتاب وجلد ولوم، هيبقى سؤال وعليه إجابة، كأننا بنسمع حد احنا بنعزه جدا وبنحبه جدا ومش عايزين نزود عليه الضغط ومش عايزين نلوم عليه علشان ما نضايقهوش، هنبقى بنتصرف مع نفسنا كأننا بنتصرف مع حد احنا بنحبه قوي. وده بيودينا لحاجة رقم 3، وهي ان احنا نبقى عارفين ان احنا بشر وان احنا كلنا مختلفين وان احنا امكانياتنا مش زي بعض، وان عادي جدا ان حد يكون اقوى مننا او اذكى مننا او اشجع مننا او اشطر مننا في حاجات معينة. فلما توصل لمرحلة ان انت غلطت ساعتها بس ببساطة جدا هتعرف تقول انا غلطت لان ده ما كانش ينفعني، لان دي مش امكانياتي، لان انا ما بعرفش اعمل كده. او يمكن يخليك كمان تعرف تدافع عن نفسك وتقول لا مش ده اللي حصل، لا مش دي الطريقة، لا مش دي الحاجة اللي حصلت بالظبط او مش ده الموقف اللي حصل بالظبط. خليك تعرف تدافع عن نفسك علشان انت عارف نفسك ومتصالح مع نفسك ورؤوف جدا بنفسك، فبالتالي تبقى عارف الحاجة اللي انت غلطت فيها وقصرت والحاجة اللي لأ بيتقال عليها كده وان مش ده اللي حصل، وبيسهل عليك فكرة ان انت تدافع عن نفسك وتحط نفسك في المكان الصح. حاجة بقى رابعة من الحاجات اللي أنا شخصيا اتعلمتها أو لقيت نفسي بعملها من غير ما أخد بالي ومن غير ما أتعلمها، قاعدة ال3 مرات. مستحيل يكون حد بيحبك أو مستحيل يكون حد بيعزك أو مستحيل يكون حد فارق معاه وجودك أو زعلك أو مجهودك اللي انت عملته ويعمل نفس الموقف 3 مرات، يعمل حاجة بتضايقك أو حاجة بتحسسك بالندم أو حاجة بتحسسك بالزعل والحزن أو حاجة بتحسسك إن هو مش موجود، يعملها 3 مرات. مستحيل حد يعرف يعمل كده 3 مرات وهو مش واخد باله. لما الناس بتيجي تقول ما كانش قصدي بيبقوا بيقصدوا بيها أول مرة أو تاني مرة، لأن وارد طبيعي إن أول مرة الناس ما كنتش فاهمة بعضها أو إن الموقف لسه جديد ما بينهم وما بين بعض، فحاجة ما يعرفوش إن هي هتضايقك أو هتكسفك أو ممكن كمان تعيشك في مود إن أنت فيه زعلان وزعلان جدا كمان من الحد ده. وارد ده يحصل أول مرة، طبيعي.
ممكن تحصل تاني مرة لأن ظروف الناس بتتغير. لو أنا عارفة إن في حد بيتضايق من حاجة ممكن من غير ما أقصد أعملها لتاني مرة عشان بمر بظروف مش كويسة أو عشان مكنتش مركزة في وقتها، كان معايا تليفون، كان عندي موقف، كان عندي ظروف، كان عندي شغل، كان عندي حاجة خلتني مركزش في الموقف ده. ساعتها بنعتذر وبنقول إن احنا مكانش قصدنا. بس تالت مرة ساعتها بنسأل نفسنا، أول وتاني مرة الناس دي لما عدى عليهم المواقف دي وجات اعتذرت لك، ناموا عادي؟ حياتهم كانت ماشية عادي وانتوا متضايقين وانتوا زعلانين؟ كان فارق معاهم وجودك؟ كان فارق معاهم زعلك؟ ولا كانوا مقضيين حياتهم عادي جدا وبالصدفة بيفتكروا ان انت زعلان او ان انت حاجة ضايقتك او ان هم جم على حقك شوية؟ رقم 3، لو البني ادم اللي قدامك زعل واتضايق على زعلك وفكر انت حاسس بايه وحاول يحس انت حسيت بايه، لو جه عملها لتاني مرة هو نفسه اللي هيكون متضايق مش انت، علشان يوم متلخبط زيك بالظبط. زي ما انت زعلان هو زعلان. اللي فكر في اول مرة واللي اتأثر في تاني مرة مستحيل يكرر الموضوع لتالت مرة. لكن اللي مش فارق معاه اول مرة ولا تاني مرة وما افتكرش اصلا زعلك ولا حزنك ولا الحاجات اللي ضايقتك ولا ان يومك ما كانش معدي كويس ولا ان يومك كان واقف مثلا وقد ايه انت كنت حزين وزعلان وقد ايه مرت عليك لحظات كنت فيها متضايق جدا، هيجي تالت مرة لان هو معاش اللي انت عشته هيعملها عادي جدا وهيكررها ببساطة جدا. ساعتها انت لازم تسأل نفسك كويس، ليه الحد ده بيعمل معاك كده؟ ولما تسأل نفسك السؤال ده أكيد هتجاوب على نفسك، علشان انت ترتيبك في حياته مش أهم حاجة، مش زعلك ولا مضايقتك ولا حزنك ولا تأثرك ولا الحاجة اللي هو قالها لك ولا الحاجة اللي خذلك فيها وقفت حياته. بالعكس، ممكن يكون افتكرك مرة بس ما وقفتش حياته، عشان كده تالت مرة عدت تاني. وساعتها لازم ناخد موقف، يا تقبلوا على نفسكم ان رابع مرة تيجي وخامس مرة اكيد هتيجي وسادس مرة اكيد انها هتكمل وهتيجي، يا اما انه لازم تحطوا حدود وتعرفوا مين اللي يستاهل ان يبقى فيه تالت مرة ما بينكم ومين اللي ما يستاهلش اصلا. هنا نيجي للحاجة الاهم اللي بعدها، هو ان احنا نكون اصلا مرتبين الناس في حياتنا. العلاقات في حياتنا ادوار وحلقات، في ناس قريبة مننا قوي ودي الدايرة اللي انت بتثق فيها جدا واللي انت عايش معاها كل يوم. في دايرة ابعد سنة، هي الناس اللي انت لما بتفكر تكون متضايق او عندك مشكلة كبيرة جدا ومش عارف تحكيها لمين ومش عارف تروح لمين، اول حد بيجي في بالك هو الرقم اللي بتتصل بيه. هي دي الدايرة الابعد سنة، بس ستيل هي دايرة قريبة جدا، هم اهلك والناس اللي عايشين معاك. لكن اللي لما بتحتاج انك تفضفض معاهم وتتكلم وتحس ان انت قاعد مع نفسك ومش مكسوف من حاجة ولا متضايق من حاجة ولا بتفكر 100,000 مرة علشان تتكلم معاهم في حاجة، هي دي الدايرة التانية. الدايرة اللي لو اتصلت بيهم هتلاقيهم في ساعتها، لو احتجتهم هتلاقيهم موجودين، لو في اي وقت قلت ان انت عايزهم وعايز تشوفهم هتلاقيهم اول ناس يجروا عليك. ويمكن كمان من كتر العشرة ومن كتر الحب اللي ما بينكم انت مش هتبقى محتاج ان انت تكلمهم، هتلاقيهم هما اللي بيسألوا عليك وبيقولوا لك انت فيك حاجة. وبعد كده بتيجي الدايرة الأبعد شوية، هما الصحاب، الناس اللذيذة اللي من وقت للتاني بنحب نقعد معاهم علشان قعدتهم حلوة، عشان قعدتهم فيها ضحك وهزار ومريحة نفسيا، ولما نحب نفك بنخرج. بس الناس دي غالبا مش هتبقى عارفة عنك تفاصيل في حياتك، مش عارفة أدق حاجات ممكن تحصل لك. مش هما دول الناس خالص اللي لما تبقى تعبان ولا متضايق ولا مجروح ولا عايز تعيط وعايز تتكلم وعايز حد يسمعك، مش هي دي خالص الناس اللي بتروح لها. في الناس اللي بتبقى معارف بقى من بعيد، في المناسبات بنكلمهم، بنعيد على بعض، بنبارك لبعض، بنعزي بعض، بنواسي بعض، بس من بعيد لبعيد، هما ما يعرفوش عنك حاجة. ممكن الناس دي تكون علشان معرفتك بيها لسه لحد دلوقتي مش قوية فهم في الدايرة دي ولازم يفضلوا حبة كده علشان تعرف انت عايز تنقلهم للدايرة اللي بعدها ولا لأ. ويمكن علشان الناس دي كانت في دايرة قريبة شوية وممكن تكون بعتهم بإرادتك، انت اللي خرجتهم من الدايرة القريبة وبعدتهم شوية علشان حصل ما بينكم مثلا مواقف مش مناسبة او حسيت ان الناس دي ما تستاهلش تكون موجودة في المكان ده، او ممكن كمان تكون الناس دي ما كانتش قد الثقة ولا قد المكان اللي انت كنت مقربهم فيه ولا المكان اللي انت كنت عامله لهم. خذلوك في حاجة خلت المكان ده ما يليقش عليهم، عملوا تصرفات ما تليقش على الدايرة اللي كانوا فيها قريبة، هم يليقوا على الدايرة الأبعد شوية. فساعتها بناخد الناس دي من الدايرة دي وبنرجعهم للدايرة الأبعد شوية. هم كويسين بس ما كانوش قد المكان ولا قد الثقة، علشان ببساطة احنا لما بنحط حد في دايرة قريبة بنبقى مستنين منه ان هو يكون أمين، نثق فيه، يحبنا ويخاف علينا.
علشان ده اللي احنا بنبقى عاملين حسابنا عليه. لما بيطلع تصرفات من الناس دي عكس اللي احنا عاملين حسابنا عليه، لازم فورا يخرجوا من الدايرة بتاعتنا ويخرجوا لدايرة أبعد شوية، مش أبعد كتير لأنهم ستيل كويسين بس مش لايقين على الحتة دي، مش لايقة عليهم، مش مكانهم ده. يمكن بعدين مع الوقت ومع الثقة ومع التصرفات ومع المواقف نبتدي نقربهم واحدة واحدة، بس لحد ما ده يحصل بياخد وقت كتير جدا. لأن لو انت كنت في مكان قريب وانا مديالك الثقة كبيرة جدا ومكنتش قد الثقة دي وتخرج منها، ده بيحتاج وقت كتير جدا اكتر من الناس اللي في الدايرة البعيدة. ومع الوقت ممكن نقرب منهم ونقربهم لدايرة اقرب بشوية علشان شوية مواقف اكدت لنا ان الناس دي كانت كويسة والناس دي تستاهل تقرب مننا شوية شوية. وده بيودينا للحاجة اللي بعدها، هو ان احنا لازم نسمي الناس باسمائها الحقيقية. زي ما رتبنا الناس في دواير لازم نسميهم تسميات تليق بيهم. لازم الناس اللي تقول عليها ان هم اعز اصحابك مش بسنين معينة، دي مواقف عشرة، فيها مواقف بتبني فيها ثقة، بنقرب فيها وبنتأكد ساعتها ان الناس دي تستاهل انه يتقال عليهم ان هم اعز ناس لينا، اصدقاء. وفي ناس اللي هم صحاب بيقابلوك بس عشان يهزروا علشان يضحكوا وما يعرفوش حاجة عن حياتك التانية، ما يعرفوش انت تعبان من ايه، زعلان من ايه، موجوع من ايه، ما بيسألوش عليك غير كل فين وفين. دول بنسميهم صحاب. لما بنسمي الناس بأسمائهم الحقيقية تبقى علاقتنا بيهم مريحة جدا، هم عارفين هم فين واحنا عارفين ان هم فين، مش مستنيين ان احنا منهم حاجة كبيرة خالص ولا مستنيين منهم اكشن كبير، لان احنا عارفين حدودهم، احنا عارفين امكانياتهم. هم مش هيعملوا اكتر من كده، لا هيجوا يقفوا ولا هيساعدوا ولا هيطبطبوا ولا هيسألوا كل شوية ولا حتى هيشيلوا همك. اخرهم شوية مناسبات وشوية تليفونات. ده غير الناس اللي هم معارف، بنعيد على بعض في المناسبات الكبيرة، ممكن نتقابل في مناسبات كبيرة. والجيران جيران، وكل حد انت بتقابله في حياتك وبيعدي عليك اكتر من اسبوع بتتعامل معاه لازم تحطله المكان بتاعه. ويمكن كمان من وقت للتاني احنا محتاجين نعيد ترتيب وتسمية الناس في حياتنا، لان ده بيخلينا نفهم كويس قوي احنا عايزين منهم ايه وكمان مستنيين منهم ايه. هل اللي احنا عايزينه هو ده اللي بيحصل ولا ما بيحصلش اصلا؟ هل اللي احنا بنستناه بيتحقق فعلا ولا كل مرة ما بيتحققش؟ يا في الوقت ده هيخليك تخرج ناس من الدايرة بتاعتك توديهم لدايرة أبعد شوية، لأن هما ما بقوش بيبذلوا مجهود أو ما بقوش موجودين أو ما بقوش زي الأول. أو بيقرب منك ناس ما كنتش عامل حسابك ليهم إن هما فعلا ناس قريبة ليك، إن هما ناس فعلا بتحاول تبقى كويسة معاك وتحاول تبذل مجهود علشان تبقى موجودة في حياتك وتريحك. أو بيخليك تمسك قوي وتثبت في ناس انت بتحبهم وحاططهم في مكانة قريبة منك، وبيخليك تمسك بإيدك وسنانك أكتر وبتبقى خايف عليهم أكتر لحسن الناس دي تبعد أو يحصل لهم حاجة. آخر وأهم حاجة، كلمة في أغنية ممكن ناس تبقى سمعها إن هي أغنية عادية، كلمة عادية جدا، جملة عادية جدا، بس هي مش عادية خالص، هو واقع لازم نكون بنعيشه، لازم نكون بنتعلمه. الحتة دي بتقول في الأغنية لازم تختار ما بين المنطق والإحساس، لازم تختار تسمع قلبك ولا الناس. من وقت للتاني لازم تفكر نفسك كويس قوي انك بتعمل الحاجة اللي بتريحك، الحاجة اللي تخليك مبسوط، الحاجة اللي تخليك تحط راسك على المخدة وانت ما بتفكرش كتير وانت مش شايل هم على قلبك كبير، مش وانت شايل هم ان ازاي اليوم ده عدى وانا ما عملتش فيه حاجة بتريحني، او ان انا عايش حياة مش شبهي، مش بعمل الحاجة اللي بتخليني مبسوط، او حتى الحاجة اللي تخليك تبص على حياتك بعد سنين معينة وتشوف انت عملت ايه في السنين اللي فاتت، تلاقي ان انت ما كنتش بتعمل حاجة غير انك بترضي الناس اللي حواليك وبتعمل الحاجات اللي هم عايزينها. وبعدها بتسأل نفسك سؤال، هل انت مبسوط؟ هل انت عملت الحاجة اللي انت كان نفسك فيها؟ عشت السنين اللي راحت عليك دي وانت راضي وانت شبهك، ولا كنت شبه الناس اللي حواليك علشان يفضلوا طول الوقت بيقولولك برافو عليك انت بتعمل الحاجة الصح او انت بتعمل الحاجة اللي فعلا بتخلينا راضيين عنك؟ لما بنكبر شوية بنكتشف ان احنا لازم نعمل الحاجة اللي تخلينا احنا مستريحين، احنا مبسوطين. لان ببساطة لو احنا مبسوطين واحنا مستريحين واحنا بنعمل الحاجة اللي مخلينا راضيين، الناس اللي حواليك هيبقوا راضيين ومبسوطين ومستريحين زيك بالظبط، لان انت مش شاغلهم في الدوشة اللي في دماغك، لان انت مش بتتعامل معاهم وانت جواك دوشة وخناقة كبيرة ما بين اللي هم عايزينه واللي انت عايزه. طول ما انت بتعملش الحاجة اللي بتأذي بيها حد او بتاخد حق حد او بتضايق حد او بتعدي بيها حدود حد معين او بتأذيه، طول ما انت بتعملش الحاجات دي
فمن حقك انك تعمل حاجة اللي تخليك مستريح ومبسوط، لان فعلا اللي اتعلمناه لما كبرنا طول ما احنا مبسوطين ومستريحين الناس اللي حوالينا بيبقوا هما كمان مستريحين ومبسوطين. لو احنا مش مستريحين ولا مبسوطين وجوانا خناقة ما بين اللي احنا عايزين نعمله واللي المفروض علينا او اللي الطبيعي يحصل او اللي الناس عايزاه او اللي الموقف مخليني غصب عني بعمله، زي ما بيكون في خناقة جوايا بيبقى جوايا خناقة ما بيني وما بين الناس اللي حواليا، وما بتخلص غير لما الخناقة اللي جوايا بتخلص. ولو ركزنا فيها شوية هنلاقي ان كل اللي احنا قلناه ده هو حلقة واحدة، دايرة واحدة بتلف حوالين بعض. لو انت ابتديت بنفسك وصالحت نفسك وعرفتها وريحتها وبقيت رؤوف باللي بيحصل معاك وبالغلطات اللي انت بتغلطها كأنك بتطبطب على حد عزيز عليك، هو ده اللي هيوصلك انك تعرف ترتب الناس في حياتك كويس. هو ان انت هتخليك مستريح واللي حواليك كمان مستريحين، هم عارفين هم مين وانت عارف هم مين، لا انت مستني منهم اكتر ولا هم بيبذلوا من نفسهم حاجة اكبر من كده. اللي اتعلمناه لما كبرنا ان حياتنا كلها هي دايرة واحدة بتلف كلها حوالين بعض. اي حاجة من اللي قلناها في بارت 1 او بارت 2 ابتديت بيها واشتغلت عليها هتوصلك لكل الحاجات اللي في بارت 1 وبارت 2، لان في الاخر انت بتشتغل على نفسك، انت بتفهم نفسك، انت بتساعد نفسك علشان تساعد اللي حواليك ان انتوا الاتنين تعيشوا مستريحين. محدش بيعيش مستريح وهو مش عارف هو اتعلم ايه وناقصه ايه علشان يتعلمه، ايه الحاجات اللي فايتاه وايه الحاجات اللي لازم يبتدي بيها دلوقتي حالا ويشتغل عليها كمان. وده مش معناه ان احنا كمان 4-5 سنين مش هنكون اتعلمنا حاجات تالتة وبارت 3 ونقول ان احنا اتعلمنا حاجات جديدة، بس طول ما احنا عايشين احنا بنتعلم وبنحط في الليست بتاعتنا حاجات جديدة احنا اتعلمناها وحاجات جديدة غيرت في شخصيتنا. بس المهم ان احنا كمان 4 سنين لما نبص على نفسنا نلاقي ان احنا عملنا حاجة، نلاقي في شخصيتنا ونلاقي في حياتنا حاجة نبقى فخورين بيها ونقول احنا اتعلمنا ده، احنا اللي عملنا ده، ولسه كمان بنتعلم ولسه قادرين نقول ان احنا بنتعلم.